ازيكم؟ تعالوا بقى اوريكم انا ازاي عملت التحفة المعمارية دي. كنت قاعدة فاضية وكان عندي شوية حاجات كده وكنت نفسي اكل حاجة حلوة، رحت قلت طب ما انا ممكن اعمل تشيز كاب كيكس. المهم رحت جبت البسكوت ودقيته كويس، طحنته كويس وفضيته في الطبق. قعدت طبعا بقى ادق شوية شوية وبعدين احطهم في الطبق، حبة كمان واحطهم في الطبق. كنت فرحانة بصراحة بالهونة الجديدة اللي انا كنت جايباها دي. المهم بعد ما خلصت خلاص كل الكمية وطحنتهم كويس بحيث ان هم يدوني كده تكستشر ما بين الكرانشي وما بين البودر. رحت جبت بقى قالب الكب كيك ووزعت الورق بتاع الكب كيكس، وبعد كده حطيتها على جنب علشان اكمل البسكوت. ازاي اعمله؟ ضفت معلقتين كبار سمنة بلدي عشان يدي طعم حلو ومميز للبسكوت، وحطيت 3 معالق كبار لبن. المهم خلطت المكونات دي كويس لحد ما كلها تجانست مع بعض وادتني تكستشر كويس للبسكوت بحيث ان انا اقدر ارصه في القوالب. المهم توصلوا للشكل النهائي ان هو ما يبقاش معجن، يبقى كرانشي وفي نفس الوقت يبقى سهل ان هو يتوزع وياخد شكل قالب الكب كيك، يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. بالنسبة بقى الجزء الكريمي اللي فوق البسكوت، جبت نص كيس كريم شانتيه وحطيت عليه ربع كوباية لبن، وبعد كده ضربتهم كويس وبعدين ضفت عليهم السكر البودر، نص كوباية سكر بودر او على حسب انتوا بتحبوها. لو متحبوهاش تو سويت يبقى ربع كوباية كويس جدا لانكم هتحطوا فوقيها فليفرز تانية. وبعدين تضربهم كويس بالمضرب لحد ما يدونا التكستشر اللي انتوا شايفينه قدامكم. وطبعا انا ما بستخسرش في الجبنه الكريمي، حطيت نص كوبايه جبنه كريمي، ولو كنت عايزه احط اكتر كنت هحط طبعا، يعني ممكن من نص كوبايه لكوبايه الا ربع جبنه كريمي جبتها من السوبر ماركت وضربتهم كويس. وعلشان يبقوا متماسكين شويه يبقى القالب متماسك، رحت جبت معلقه كبيره جيلاتين بودر وضفتهم على يعني اقل من ربع كوبايه ميه سخنه وقلبتهم كويس وضفتهم على الخليط اللي انا بخلطه بضربه بالمضرب. وبعد كده رحت حطيت كيس فانيليا علشان يديها الطعم لذيذ شوية ويديها فليفر حلو. بنضرب الخليط دوت كويس بالمضرب لحد ما يدينا قوام إلى حد ما متماسك برضو قبل ما نبدأ نحطه في الفريزر. بنبدأ بقى نجيب القوالب بتاعت الكب كيكس. بصوا شايفين البسكوت متماسك ازاي واخد شكل القالب، بحيث ان هو ما يبقاش مفرول قوي وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش معجن. وبعد كده ضفت ميكس الكريمي اللي انا عملته. طبعا في الاول بيبقى سايل شوية، بس بعد كده لما بتحطيه في الفريزر من ساعة لساعتين او في التلاجة لحد تاني يوم زي كده ما بنحط الجيلي بيبقى متماسك وبيبقى افضل. انا كمان مشكلتي ان انا ما صبرتش شويه عليه، يعني انا كنت بصراحه عايزه اجرب، عايزه ادوق الميكس الجميل دوت، فرحت طلعته بعد ساعه وبدات ان انا افكه من القوالب. طلع بصراحه طعمه تحفه جدا. وكمان لما بدات بقى احط عليه الفليفرز، البلو بيري كان طعمها جميل جدا، وبرضو الفليفر بتاع الكراميل برضو كان حلو، بس انا عجبني البلو بيري والمانجا الفريش كانت يعني كانت مدياله طعم احسن. طبعا الكميه اللي انا عملتها دي ما ادتنيش الكب كيكس دي بس، لا بالعكس ده كمان بتفضل معايا كميه. عملت طبق يعتبر طبق متوسط، قالب تشيز كيك كده كبير، وبعد ما طلعته حطيت عليه مانجا فريش لان ده اكتر فليفر عجبني. فده الفليفر اللي انا هعتمده طول الصيف خلاص كده لحد الصيف ما يخلص والمانجا تختفي من الاسواق تاني. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، واتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. والف هنا وشفا للناس اللي جربوها، ولو جربتوها ابقوا قولوا لي في الكومنتات. باي باي.